بقول ان برضه بشكر لعيبتي على ادائهم النهارده وعلى المكسب، مع ان طبعا ليا ملحوظات طبعا، وانا تملي بقول الملحوظات يمكن انا ما باخدش فيها بشكل مفصل على اساس ان يعني قد تكون للاخرين طبعا مفيده، فبحاول طبعا تبقى التفاصيل والنقد او يعني او الاشاده بيني وبين اللعيبه طبعا. لكن هتكلم في اطار عام. المباراه النهارده اللعيبه ادت بشكل كويس، لكن في تباين في الاداء. ويمكن يعني انا بشكر اللعيبه على حماسها، لكن الحماس في بعض الاوقات بيبقى بيخلي الريتم مستمر بشكل متواصل، بيبقى مش في مصلحتي. يعني مش في مصلحتي ان انا الريتم يبقى بشكل متواصل، يبقى عالي بشكل متواصل. ويمكن ده اللي انا كنت بطلبه من اللعيبه في بعض الاوقات، يبقى الريتم يقل شويه، يبقى الاستحواذ، وفي نفس الوقت نغير رتمنا. لكن في حماس من اللعيبه النهارده. يمكن الريتم في بعض اللحظات كان ضدي، ما كانش يعني مصلحه الفرقه عندي. هو حماس طبعا، بيبقى فيه شكل الريتم سريع، لكن بيبقى اندفاع بدني طبعا مش مطلوب في كل وقت، لان ما فيش فرقه بتقدر تعمل ضغط بشكل متواصل ولا بتقدر تعمل ريتم سريع بشكل متواصل. استحاله في ال90 دقيقه، ما فيش فرقه في العالم تقدر تعمل الكلام ده. فلازم يبقى فيه اختلاف شويه، لكن هو ده اللي حصل النهارده. يمكن كنت بطلبه في بعض الاحيان، ويمكن ده اللي خلى الشوط الثاني فرصه لفرقه المقاولين، ان هي كانت الشوط الثاني في بدايته كانت ادت بشكل كويس، قدرت تخش معانا في الجيم بشكل كويس، ادوا بشكل كويس في بدايه الشوط الثاني، وبعدين رجعت السيطره ثاني لفرقتنا. لكن في الاجمالي طبعا في عندي ايجابيات وفي عندي صعوبات موجوده، وفي عندي النهارده بحيي اللعيبه على روحها، بالرغم ان انا بقول يمكن الريتم كان في بعض الاوقات مش مطلوب بالشكل ده، لكن بحييهم وهي روح وتركيز في الفوز. الحمد لله على الفوز طبعا، ودي تاني مباراه في الدوري، وزي ما احنا عارفين وقلت يعني الفتره بسيطه جدا. فرقه النادي الاهلي ويمكن الزمالك وضعه مختلف شويه للتواصل والمشوار الافريقي اللي كان موجود وعدم الراحه، وفي نفس الوقت وجود كم كبير مع المنتخبات وناس ما خدتش راحه. فان شاء الله فترات الايقاف ان شاء الله تكون في صالحنا، ويبقى في حتى تعديل لبعض الاشياء اللي عاوزين نعدلها ان شاء الله وتتحسن مع الفريق. لكن في النهايه بحمد ربنا على الفوز، بشكر اللعيبه على ادائهم وحماسهم، بشكرهم على الاداء برغم ان في تباين في بعض الفترات، وبحيي برضو المقاولين على ادائهم. يعني بالرغم من كده بحيي المقاولين في بعض الفترات برضو ادوا بشكل طيب يعني. اتفضل. الاسئله هل كابتن محمد مدرك بحيره من وجود كثره الجاهزين في اداء المباريات؟ دي حاجه. ثاني حاجه، هل هو حاسس ان في ضغط اعلامي بسبب عدم دخول اقايم في القائمه عنده في الماتشين اللي فاتوا؟ لا، حته بلاقي ضغط عشان كثره الجاهزين وكده. لا، انا طبعا ببص نمره واحد لمصلحه الفرقه، وتملي انا بقول النجم الاوحد عندي، واهم حاجه النجم الاوحد عندي هو فريقي. يعني ما عنديش حاجه اهم من الفريق. فطبعا انا بشوف ايه اللي في مصلحه الفريق اللي انا اقدر اعمله، اللعيبه اللي جاهزه بقدر استفيد بيهم. في تنافس، في مراحل هيبقى فيها اكتساب ثقه، فممكن في الوقت ده اقدر اقدم وجوه جديده تبقى الظروف مهيئه بالنسبه لهم. لان زي ما انت بتقول كلمه ضغط، احنا على طول يعني فرقتنا ملازمه بالضغط، وده قدر من الفرق الكبيره يعني. فلازم اما اقدم لعيب يبقى في وقت مناسب جدا، يبقى في وقت مناسب ليه، فبالتالي ما يبقاش في ضغط عليه، فبالتالي بيبقى في قبول بالنسبه له ليكوا وللجماهير، ويبقى في نجاح ليه ان شاء الله، ويبقى اضافه لفريق ان شاء الله هتيجي الفرصه. والشيء الجيد عندي ان انا الكل طبعا يمكن هي ماتشين وفتره بسيطه، لكن الكل انا متابع طبعا. حتى الناس اللي بتطلع من القايمه عندها حماس، بتتمرن بشكل كويس، عاوزه تبقى قريبه، عاوزه تخش في التنافس. فان شاء الله باذن الله يبقى الفرصه متاحه للجميع، لكن كلها متوقفه زي ما انا بقول على اللاعب واستمراره واصراره والتزامه يعني. محمد الاهلي والسابع، طبعا الف مبروك لحضرتك، النهارده اداء جيد والفريق ماشي بشكل منظم جدا. انا بس للاسف يعني كان في اسئله كتير كنت عايز اسالها لحضرتك، بس احنا يعني في قرار من رابطه النقاط ان احنا النهارده مش هنقدر نسال اسئله النهارده بسبب الصعوبه في الدخول، والنهارده كان في ساعه كبيره جدا للصحفيين في الدخول. انت عايز تقول كل الرسائل بين السطور؟ طب ارجوكم يعني بعد اذنكم، طب انا تحت امركم طبعا، بس ايه يعني ارجوكم ما تدخلنيش انا في ايه. بعد اتفضل بس بعد اذنكم يعني خلينا ايه في الاسئله بس يعني. طب انت اسال يا محمد. مش هيسال. اوكي
بس لازم موجودين بس احنا طالما بس حضرتك قعدنا بس احنا كويس ان احنا شفناكم، سعداء ان احنا شفناكم ان انتم موجودين. ماشي.